السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة الصف الأول الإعدادي وهنعمل استراتيجية الساعي البريد، ومعاكم مس رندا حسن. طيب عايزين نفهم احنا هنعملها ازاي. طبعا هيبقى عندنا الصندوق البريد ده، الطلبة هيحطوا فيه الأسئلة والجوابات بتاعتهم، وبعدين ساعي البريد هيمر على الطلبة وكل واحد هيختار سؤال أو يسحب ورقة عشوائية ويقرأ السؤال اللي فيها ويبدأ إن هو يحلها. طيب الطلبة اللي جهزوا أسئلة يتفضلوا بالراحة كده بهدوء يحطوا الأسئلة بتاعتهم وجواباتهم في صندوق البريد. يلا يا شباب بهدوء كده وبانتظام، بهدوء وبانتظام. شكرا ليكم. طيب معانا ساعي البريد، نتعرف عليك. يلا يا رضا امسك الجوابات بتاعتك بالأسئلة اللي فيها وابدأ وزعها. أنا ساعي البريد ليك جواب بيسأل. يلا يا أنس جايلك جواب ايه وأسئلة ايه؟ رمز العنصر كلور CL. CL، برافو عليك. أنا ساعي البريد ليك جواب بيسأل. يلا يا حسين يا ترى جوابك فيه سؤال ايه؟ علم تملأ بالونات الاحتفالات بغذاء الهيليوم والهيدروجين لأنهم أقل كثافة من الهواء فيرتفع الأعلى. برافو عليك، لأن الهيليوم والهيدروجين كثافتهم أقل من كثافة الهواء فترتفع إلى أعلى. برافو عليك. أنا ساعي البريد ليك جواب بيسأل. يلا شوف سؤالك. علل الذرة متعادلة كهربائية لأن لا ما سمعتش، بالراحة. علل الذرة متعادلة كهربائية علل الذرة متعادلة كهربية. لأن عدد البروتونات الموجودة داخل النواة يساوي عدد الإلكترونات السالبة التي حول النواة. برافو عليك. يلا يا ساعي البريد وصل الجوابات. أكمل من المواد التي ليس لها طعم ولا رائحة ولا لون الأكسجين والماء. برافو عليك، الأكسجين والماء. يلا يا ساعي البريد وصل جواباتك. لا يطفأ حرائق زيت البترول بالماء. لا تطفأ حرائق زيت البترول بالماء. لأن زيت البترول أقل كثافة من الماء فيكفي فوق سطح الماء ويظل الحريق مشتعل. شطور يا زياد، برافو عليك. أنا سأل البريد ليك جواب بيسأل. مش عارفة. اسحب يا حسن جواب، شوف سؤالك. ما المقصود بالطاقة الميكانيكية؟ نعم؟ ما المقصود بالطاقة الميكانيكية؟ هم. هي مجموعة طاقتي الوضع والحركة. برافو عليك، مجموعة طاقة الوضع والحركة. يلا يا ساعي البريد، ها شوف مين اللي ليه سؤال، مين اللي جواب. ليك جواب في سؤال. اقعد يا شباب. دهن أعمدة الأنارة بالبوية أو من هنا لآخر تدهن أعمدة البوية من حين لآخر حتى لأنها من الصدى والتآكل. لمنع عملية صدأ والتآكل. برافو عليك. ها يلا يا أنس حظك، شوف حظك سؤال ايه. اقعد يا شباب. علل الأكسجين جزء عنصر. الأكسجين جزيء عنصر وليس جزيء مركب. علل. لأنها تركب من ذرة واحد. ذرات متماثلة يتكون من ذرتين أكسجين متماثلتين، يعني يتكون من ذرتين أكسجين متماثلتين. أنا سأل البريد ليك جواب بيسأل. تعريف طاقة الوضع. عرف طاقة الوضع. الشغل المبذول لا طاقة الوضع مش الحركة. الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المبذول عليه. برافو عليك، الطاقة المختزنة بالجسم نتيجة الشغل المبذول عليها. ها يلا يا ساعي البريد كمل. ها يلا بينا بس علي صوتك. عرف الذرة المثارة، الذرة التي اكتسبت كما من الطاقة. برافو عليك، الذرة المثارة هي الذرة التي اكتسبت كما من الطاقة.
أنا سعد بريد لي جواب في سؤال. اقعد يا حسين. اذكر قانون طاقة الوضع الوزن في الارتفاع. طاقة الوضع تساوي الوزن في الارتفاع. تمام. أنا سعد بريد لي جواب في سؤال. تعريف الحجم. تعريف الايه؟ الحجم. ها؟ هو حيز من الفراغ الذي يشغل الجسم من الفراغ. مقدار الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. برافو عليك. معاك لسه جوابات؟ طب يلا كمل. اذكر قانون طاقة الحركة. نص الكتلة في مربع السرعة. لا لا، طاقة الحركة تساوي نص الكتلة في مربع السرعة. ما ينفعش اقول طرف واحد، اقول قانون طاقة الحركة نص الكتلة في مربع السرعة. لا، اي قانون ليه ايه؟ طرفين. قولوا تاني بقى. اذكر قانون طاقة الحركة تساوي نص الكتلة في مربع السرعة. برافو عليك كده. تمام. يلا يا ساعي البريد. اذكر قانون بقاء الطاقة. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من صورة إلى صورة أخرى. برافو عليك برافو عليك. أنا سعد بريد لي جواب في سؤال. تعريف الكثافة كتلة 1 سنتيمتر مكعب من المادة. برافو عليك. خلاص الأسئلة بتاعتك؟ تمام. شكرا ليكم جدا، والاستراتيجية كانت جميلة، وذاكروا برضو علشان بعد كده نعمل استراتيجيات كتيرة مع بعض ونبقى أحلى فصل. نعمل لنفسنا السباعية ونشجع نفسنا. ابتدي. شكرا ليكم، شكرا ليكم جدا. شكرا لكل اللي تابعنا على الفيديو النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا. واحب افكركم ان قناه نادي العلوم للاستاذه رندا حسن قناه تعليميه لشرح منهج العلوم للصف الاول والثاني والثالث الاعدادي. بنشرح المنهج كامل، وكمان بنعمل التجارب العمليه والانشطه الصفيه واللا صفيه، واخر السنه بنعمل اختبارات لامتحانات الشهور، وكمان لامتحانات الترم الاول وامتحانات الترم الثاني. يا ريت كل واحد عايز يعرف الصف بتاعه يدخل على قائمة التشغيل ويختار الصف بتاعه، الصف الأول أو الثاني أو الثالث الإعدادي. وسعيدة جدا بوجودكم على القناة، وشاكرة ليكم جدا. وكانت معكم رندا حسن.